هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه ده بيجيب لكم هو مش عارفة بينقنق يا حبايبي بطريقة وحشة قوي، فانا عمالة ازعله عشان ما يتأتيش. فهو لسه الحوار ده بقاله كتير ان هو بيتأتى فيك. ما تهزش ايدك، اقعد مكانك وصور وانت ثابت كده. وانت جايبه جفتيتي كلها منين؟ ربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحة والعافية يا رب العالمين. بص بيهز ايده. والله ما هزيت. طب بص للكاميرا، ما تبصش انا لاخوك. بغش. ربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحة والعافية يا رب العالمين، وما تحرمش منكم. لو لقيت الصورة مش حلوة انت حر، عشان يا حبايب قلبي بقى يستعبط وما بقاش يصور عدل. تعالوا نشوفها اللي جوايفه. ما بقاش يصور عدل. انا جبت شوية دهمت والله العيال خلاص يا ادهم. انا ما مش باين والله. يعني منه لا اله الا الله. بصوا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. جوافه. هي جوافة حلوة بس ناشفة وفيها مستوية. ماما يعني هسيب شويه الموضوع. شويه للعيال مصطفى بيحبها ناشفه، والباقي هشيله في ايه؟ وكمان انا على فكره ما صورتش ولا عملت فيديو امبارح ولا عملت فيديو النهارده. انا بقالي 3 ايام ما بعملش فيديوهات، صح يا مصطفى؟ امبارح والله لا امبارح بقالي يومين. النهارده جبت سردين، قعدت كلت من ورا العيال كده وسبت لمصطفى سردينه. خلاص سبت. ربنا يكبر بخاطركم ويخليكم عيالكم يا حبايبي. وما انت جايبه ايه هنا؟ تعالوا نشوف المفاجأة. لا العظيم يا حبايبي كل ايه حاجه الحل؟ غاليه، كل حاجه غاليه. انتوا صفوها. جايبه حلل، مش جايبه الطقم ده. الطقم عامل 3000 ونص و4000. 4000 ليه يا جدعان؟ 4000 ليه؟ والله العظيم يا حبايبي. بصوا بقول زي ما انتوا شايفين كده اهي حلل. بصوا جايباها كده والله زي ما انتوا شايفين. بصوا الصلاة على النبي كده. اطبخ فيها يا حبايبي، ما عنديش حلل. اطبخ والله. بقالي 30 سنة بطبخ في الحلتين. ما اطبخ عادي. لا خد بالك بتخلي الاكل يستوي بسرعه. دي؟ انا عجبتني دي. لا والله. صور عادي. فدي بكام يا ام ادهم؟ ديت ب 180 جنيه. والله ب 180 جنيه يا حبايبي. وانت دفعت 20 زيادة. ماشي. جبت بقى دي بقى نص عمر. امال انت ما جبتيش جديده ليه يا ام ادهم؟ بصوا يا حبايبي. لا واحدة جديدة واحدة قديمة. دي جديدة. هو دلوقتي اسمهم زي كسر زيرو كده، في بيبقى فيهم كسر زي زيرو. غلطات. مديني واحده بقى كنت هجيب زميلي جديد، كنت هجيبها حلوه كده قد دي بس من غير غطا. فين غطاها؟ بيقول هو الشغل ده بينزل لنا كده. عايز ما تهزش ايدك يا حبايبي. يا مستني على فكره ومتابعينا بيشتكوا من الصوره. ثبت ايدك بعد اذنك. بصوا ده انا كمان دعكته. بصوا يا حبايبي. بصوا دي بكام يا ام ادهم؟ ديت يا حبايبي ب 170 جنيه. 170 جنيه. بصوا بالميزان. كنت تحط 10 جنيه كمان وتجيب واحده جديده. ما هو واحده جديده ده قال لي اصغر من دي ب 150 جنيه. اصغر من ومديني كمان ايه اختي دي من غير غطا، والغطا كبير يا ادهم. الغطا كبير. هما كانوا في حلتين. زميلي كان نفسي اخد الثلاثه شبه بعض، بس في حله من غير غطا والحله الثانيه الكبيره اللي اكبر من دي شويه فبس غطا ومش على قدها. ماشي. فدي اسمها كسر زيرو يا حبايبي. دي اسمها كسر زيرو. ماشي. دي قطعه 170 جنيه ودي قطعه 180 جنيه عشان دي لسه جديده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هعمل ايه يا حبايبي؟ قولوا لي بس بايدي ايه اعمله. كان نفسي اجيب طقم حلل. طقم الحلل عامل 3000 ونص و4000 يا حبايبي. وانا ما عنديش الا هم حلتين. ركز يا ادهم. ماشي يا حبايب قلبي. فمش عيبه والله، ما عيبه يا حبايبي. مش عيبه لما كلنا كده. بصوا حتى كمان لها الكتينه اهي، حتى هي باينه. بصوا التكنين. لا طبعا لسه جديده نوفي. ماشي. فالله المستعان. بصوا يا حبايبي. بصوا اي حاجه وخلاص بقى بتبقى. بصوا يا حبايبي مش عارفه اقول لكم ايه، بيبقى فيها زي غلطات برضو. خدوا بالكم يعني. بصي ايه فيها زي غلطات كده. انتوا فاهمين يعني. انا هروح بكره. بصي يا مصطفى. ايوه بص البتاعه دي مش زي دي. تعالى كده يا ادهم. بصوا يا حبايبي لو ركزتوا. بصوا الغطا المفروض يبقى هنا. بصوا كده. أيوه. بصوا يا حبايبي دي بقى بتبقى غلطات. ده هو بيقول لي دي بتاعت تقومه بس بتبقى فيها غلطات يا حبايبي. طبعا انا ايه هروح بكره عندي حله الصغيره انا بطبخ مش هو النحاسين. هروح ارجعها جديده. لا اعمل ايه؟ هركب لها ايدين واركب لها غطا من فوق وهخلي الراجل يدقها لي من هنا شويه علشان دي تبقى ايه؟ تبقى طالعه بره كده اعرف امسكها. عرفتوا بقى يا حبايبي دي بتبقى فيها غلطات.
بس مش اشكال يعني، ده حاجه بسيطه هتتعمل عند الراجل ببلاش كمان. خلاص لا هيدق لك عليها وخلاص. بس كده. وانا هقول له ركب لي الحله الثانيه. قوم يا مصطفى هاتلي كده ثبت الكاميرا. بصوا يا حبايبي، دي الحله القديمه اللي عندي قسما بالله اتقل مني. بصوا دي بقالها عندي كام سنه، داخله على 15 سنه. القديمة دي. القديمه دي ده هي اتقل. بصوا، طب بصوا تعالى كده يا ادهم. بصوا يا حبايبي الغطا دوت رقنا. بصوا الغطا بص ده من ده. بصوا ده من دي ده. عظم. بص ده. بصوا بقى لها داخله على 15 سنه الحله دي. بصوا بص دي ده. هي عامله كده، هي عامله زي غطا صينيه ومعموله غطا. هي عامله زي صينيه الشاي. أيوة. والله اهي. بصوا حاجه زمان، حاجه زمان جميله. بس يلا بقى، بيقول لك المثل ايه؟ لبس البوسه تبقى عروسه. انا هروح بكره سوق النحاسين، هخلي الراجل ينضف لي دي ويركب لي لها بتاع بلاستيك من هنا، بتاع كده اللي هي بتتحط للحله دي. كانت اصلا اساسها كانت لها بتاع كده ايه سمراء او حمراء بس اتكسرت ساحت من النار. ودي معرفش برضو كان مصطفى صغير فلعب فيها فك المسمار، كان من سن رحيم كده فضيعها من زمان بقى. بصوا وهظبطها واخليها جميله. ربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحه يا رب كده يا رب. بصوا يا حبايبي، ما انتوا لو تتجدعنوا مع ادهم في لايكاتكم، تكتبوا لي شويه وتعملوا لي لايكات يا حبايب قلبي. ومفيش حد بيخش لي على البيس مباشر ولا في حد بيعمل لي لايكات الا هم 10 15 بس اللي معايا. ما انتوا لو بتعملوا لي لايكات وتنشروا، عشان اللايك ده بيفرق يا حبايبي. اللايك اللي انتوا بتعملوه دوت لاي واحده مش انا بس، بيتنشر للدوله كلها. غيرك هيستفيد وده هيستفيد. ما تهزش ايدك يا ادهم ماشي. كنت زماني جبت كل حاجه. انا بقالي 3 سنين ونص فاتحه القناه وما عملتش حاجه. ودخلت المراجعه، دخلت المراجعه دي بقالها دلوقتي داخله على 7 اشهر. واول ما قناه ام ادهم دخلت المراجعه في ناس من المتابعين محدش راضي يخش لي وطباخين من دون اسامي. مش لازم اقول الاسامي، مش لازم اقول الاسامي عشان ما ينفعش ان انا اقول اي اسم ماشي. كانوا الاول بيخشوا لي لما كانت بتدعم وكانوا الناس تدعمني، كانوا بيبقوا في كميه مطبخين داخلين عندي. دلوقتي ده قناتها فيها كخ على فكره يا حبيبه قلبي. يوم عندك ويوم عند غيرك. اصل القنوات دي مش مضمونه. قناتك لو عملتي بس تكه صغيره كده هتخش المراجعه. فلازم نحس ببعضنا، والقنوات الصغيره تقف مع القنوات الكبيره. انا مش عارفه في القنوات الكبيره تقف مع القنوات الصغيره. ده ربنا اللي بيقول كده يا جماعه. حسوا بالغلبان شويه، حسوا القنوات بسم الله ما شاء الله. المفروض احنا قنواتنا ضعيفه. المفروض القنوات اللي بسم الله ما شاء الله تخش تشوف القنوات الضعيفه وتسندها. ده انا بتحايل على اي حد منهم والله. ومن دوب مش لازم اقول الاسامي، اقسم بالله مش لازم اقول الاسامي. من ذكر اسامي كده قسما بالله بتحايل عليهم وقلت لهم ادفع لكم فلوس وانشروا لي فيديو او فيديوهين عندكم والله العظيم. وقالوا ام ادهم مش عارفه ايه ومحدش عبرني ولا حد حتى بص عليه. ومعايا رقمهم على الواتس معايا. فاكيد هم لما يسمعوا الفيديو هم يعرفوا انا بتكلم على مين. فانا مش لازم اقول اساميهم يا جماعه. اعملوا لربنا، اعملوا لربنا لوجه الله، اعملوا لربنا ولوجه الله. لازم جوانا نتعاطف مع الغلبان عشان ربنا اللي بيقول كده ما تهزش ايدك. ده ربنا اللي بيقول كده الغني يكب على الفقير. ان ممكن الغني ربنا في ثانيه ياخد منه كل حاجه. شوفوا انا صابره ازاي. شوفوا قعدت من غير بوتاجاز قد ايه. قعدت بقالي 7 سنين ما جبتش بوتاجاز وكنت بطبخ في الانبوبه الصغيره. وانتوا كلكم كنتوا شايفين يا متابعين يا حبايبي. حد وقف معايا؟ ما فيش الا هي اختي وحبيبتي ربنا يحميها ويبارك لها ويوسعها عليها ويرضيها. عشان خليه يشيل ايده يا مصطفى. شيل ايدك يا هي تاخد انت الكاميرا ثبت يا ادهم وراجع لكم يا حبايبي. يا حبايبي اصل معلش ادهم بيثبت مش قصدي والله ما ثبت. انتوا هتشوفوا الكاميرا. فاختي حبيبتي ام سامي قالت لي عيني بتوجعني بالكاميرا اللي بتتهز. فربنا يكبر بخاطركم يا حبايبي. مفيش الا اختي وحبيبتي. انت طالع في الكاميرا اختي وحبيبتي ربنا ينصرها ويديها الصحه ويبارك لها في اولادها. يبارك لك يا رب يا ام سامي. وكل اللي بتعمليه معايا لغايه الان وكل اللي بتعمليه معايا في ميزانات حسناتك يا رب العالمين. وانا بدعي لك واحنا في ايام رمضان كده يا الله يسترك يا ام سامي. اهل هولندا ربنا يوسعها عليكي ويرضيكي ويعفيكي ويخلي لك بنوتك تشوفها عروسه وتشوفي عيالها. والاستاذ سامح تفرحي بيه ويبارك لك في الاستاذ احمد والاستاذ ابراهيم وايه. وربنا يحفظكم جميعا. ربنا يخليكم ما تحرم منها ابدا.
هي اللي بتشجعني، وهي اللي بتقول لي اطلعي، وهي اللي بتقول لي اطلعي كل يوم باسم مباشر، وهي اللي بتقول لي قومي اعملي 1 2 وافتحي باسم مباشر. تعبت معايا. هل مثلا هي مجبوره يا حبايبي ان هي تقف معايا؟ ام سامي مغصوبه ان هي تقف معايا، بس بتعمل لوجه الله، بتعمل لربنا، بتعمل لربنا ثم ربنا ثم ربنا ثم ربنا لاخر يوم في عمري. هو بصي بتعمل لربنا وعشان خاطر عيالي، عشان الست دي دخلت عندي وكلت معايا عيش وملح وشافتنا على الواقعه كده. ليه مغصوبه ان هي تقف؟ بس بتعمل لربنا. يا جماعه اللي بيعمل لربنا ما بيندمش، بيلاقيه عند رب العالمين في الاخره. يا جماعه اقفوا جنبنا بالله عليكم، علشان قسما بالله العظيم قناتك انت كمان هيجيلك مراجعه وهتخش المراجعه، وقناه فلانه هتخش المراجعه، ان انتوا كلكم كل المطبخين، واكيد انتوا عارفين مش لازم اقول الاسامي من ضمن الاسامي، ان انتوا المفروض تقفوا معايا، المفروض تقفوا معايا. يوم ما كانت القناه شغاله وكنت بدعم وكنت مش عارفه ايه، كان كلكم ربنا مش هقول لكم اكتر من كده. المفروض القنوات اللي بسم الله ما شاء الله ربنا يوسعها عليهم، القنوات دي كانت صغيره زيي، كانت الطباخين اللي هم مع احترامي ليهم ابتدوا زينا، فكانوا بيتمنى لحد يعمل لهم لايك وشير واشتركوا في القناه، كانوا زينا واحنا كنا من متابعينهم. ففجاه لما ربنا يدينا يلا بقى ننسى الغلبان. ليه؟ انا واحده من الناس لو ربنا اداني هقف يم ناس كتيره قوي، هقف يم مع ناس قسما بالله العظيم مش لازم اقول عشان اللي بيقول ما يعملش، بس بصوا دي الحاجه دي بتاعت ربنا، فخليها كده، الحاجه اللي بتتعمل دي بتبقى مع ربنا كده. انا غلبانه اهو، قسما بالله مش لازم اقول لكم انا بعمل ايه، مش لازم اقول لكم انا بعمل ايه، انا غلبانه اهو بس مش لازم اقول لكم انا بعمل ايه ولا. ده حاجه دي بقى بيني وبين ربنا، اللي بيطلع زكاه ده ربنا، واللي بيطلع كده انت بتطلعي لعيالك، بتطلعي لصحتك، بتطلعي بالزكي. رمضان داخل علينا اهو، انا شايله امانه ليا هطلعها لوجه الله. لازم كل رمضان او كل سنه الواحد بيطلع حاجه كده على قده، على قدنا، هو ربنا بيقول كده. كل سنه وانتم طيبين، وانا زعلانه منكم. على فكره في متابعين معايا، انا مش زعلانه، مش الكلام ده مش لكم يا متابعين يا حبايبي، انا بقول لك قنوات تانيه وقنوات لازم كلنا ومتابعينا تقف تخشوا تشوفوا ادهم. قولوا ربنا محدش ضامن نفسه، ده في ثانيه انا علمت كده، في ثانيه الزلزال مش عارفه حصل فين وحصل فين. حرام، احنا ممكن نموتوا في لحظه، محدش ياخد من الدنيا حاجه. واقول لكم كده يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم لله وباي باي.